السلام عليكم. اليوم غادي نناقشوا واحد لاعب مغربي تألق مع المنتخب المغربي في الالعاب الاولمبيه ديال باريس 2024، وكذلك تألق مع المنتخب المغربي في كأس افريقيا للاعبين الاولمبيين، واللي على اساسه ترشح المنتخب المغربي او ضمن المكانه ديالو في اولمبياد باريس. واش عرفتوا شكون هو هذا اللاعب هذا؟ قلنا لاعب مغربي، يعني لعب مع المنتخب المغربي الاقل من 23 سنه، وتمكن انه يفوز معه بكأس افريقيا، وتأهل مع المنتخب المغربي لاولمبياد باريس، وقدم مردود جيد، وتساهم في حصول المنتخب المغربي على الميداليه البرونزيه. فاكيد هتكونوا عرفتوا شكون هو هذا اللاعب، اللي هو اللاعب عبد الصمد الزلزولي. فبالنسبه للاعب عبد الصمد الزلزولي، السن ديالو 22 سنه، يعني لاعب مازال صغير. يعني فهو واحد اللاعب اللي ظهر مع فريق برشلونه الى جانب مجموعه من اللاعبين، من بينهم الياس اخوماش اللي هو لاعب مغربي تألق كذلك مع المنتخب المغربي. نقدروا نناقشوه في فيديو مقبل ان شاء الله. فقلنا اللاعب عبد الصمد الزلزولي بان مع فريق برشلونه، وتألق مع فريق برشلونه، وتمت الاعاره ديالو لفريق اوساسونا، وكذلك قدم مستوى جيد مع فريق اوساسونا. ومن بعد ذلك تم الانتقال الى نادي ريال بيتيس، الا انه في هذه الحاله فاللاعب واجه مجموعه من المشاكل اللي خلت المستوى ديالو تراجع. خلينا نشوفوا ان اللاعب يعني على حافه الهاويه، والمستوى ديالو نقص يعني بواحد الشكل اللي كبير. كذلك مع المنتخب المغربي فتعرض لمجموعه من الانتقادات، الا انه في الاونه الاخيره وفي هذا الموسم هذا ومن بعد الالعاب الاولمبيه اللاعب بين على علو الكعب ديالو، وقدم مباريات متميزه، وقدم مساهمات سواء مع فريق ريال بيتيس او مع المنتخب المغربي. اليوم ان شاء الله غادي نعطيو احصائيات على اللاعب. كذلك اليوم غادي نعطيو احصائيات على اللاعب على مستوى المنتخب المغربي، وكذلك الفرق اللي لعب فيها الصمد الزلزولي. غادي نعطي الكلمه للاخ طه، غادي يعطيني يعني فكره على اللاعب عبد الصمد الزلزولي. بعد أن أذهل الجميع بمستوى الخارق في الآونة الأخيرة عبد الصمد الزلزولي، هناك أخبار تدور حول استعادة برشلونة لعبد الصمد الزلزولي من ريال بيتيس. هذه الأخبار المتداولة ننتظر التأكد من صحتها. فهل من الممكن أن نرى عبد الصمد الزلزولي في قميص برشلونة من جديد؟ وشكرا. واش اللاعب عبد الصمد الزلزولي عنده مكانه داخل فريق برشلونه يعني على اساس المستوى الذي يقدمه حاليا مع نادي ريال بيتيس؟ بالنسبة لعبد الصمد الزلزولي الآونة الأخيرة طلع المستوى ديالو بزاف، فبذلك يستحق أنه يكون أساسي في نادي برشلونة. أخ عبد الرزاق، عبد الصمد الزلزولي موهبة صاعدة، بإمكانه تكون عنده مكانة في نادي برشلونة. خصو يخدم شوية ويلعب إن شاء الله. فيعني الاخطاء يعني اللاعب ينتظر منه أن يقدم مستويات أكبر من أجل التواجد في تشكيلة نادي برشلونة. والتوفيق للاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي. نمر الآن الإحصائيات ديال اللاعب مع المنتخب المغربي ومع الفرق التي مر منها سواء ريال بيتيس أو نادي أوساسونا. فبالنسبة لإحصائيات اللاعب عبد الصمد الزلزولي مع المنتخب المغربي، فبالنسبة للمنتخب المغربي للأولمبيين أقل من 23 سنة خلال كأس أفريقيا لأقل من 23، فاللاعب قدر أنه يسجل 3 أهداف. وبالنسبة لأولمبياد باريس فاللاعب قدر أنه يسجل هدفين، ويساعد المنتخب المغربي بشكل كبير في الحصول على المركز الثالث. بالنسبة للفريق ديالو ريال بيتيس فاللاعب في هذا الموسم ومع بداية الموسم فاللاعب يسجل أهداف ويقدم أداء جيد. من المنتظر أن يكون هذا الموسم يعني موسم رائع بالنسبة للاعب عبد الصمد الزلزولي، فنتمنى له التوفيق. نتمنى له إن شاء الله أنه يزيد يجتهد ويقدم مستويات أكبر وأفضل من أجل الالتحاق بفريق أفضل يشارك على المستوى الأوروبي، ويكون له يعني مكانة التي يستحقها، ولكي يقدم الإضافة للمنتخب المغربي. لأننا صراحة نعول على اللاعب عبد الصمد الزلزولي ومجموعة من اللاعبين الآخرين على تمثيل المنتخب المغربي في كأس أفريقيا التي سوف تنظم ببلادنا، وبالتالي اللاعب نتمنى له التوفيق مع فريق ريال بيتيس وكذلك مع المنتخب المغربي. تخلي الكلمة للأخ طه. فبالنسبة لعبد الصمد الزلزولي كنلاحظوا هذا العام هذا كيقدم مستوى ممتاز، بل رائع في الآونة الأخيرة. كنلاحظوا أنه قدم مباريات ممتازة مع ريال بيتيس، أنه ساهم في مجموعة من الأهداف.
وقدر أنه يماركي مجموعة من الأهداف في الآونة الأخيرة، وكذلك المساهمة يسمى بالأسيستات. الملاحظة اللي بغيت نوضحها الأخ عبد الرزاق نوضحها لك ونوضحها للجمهور، أنه خصو يستمر بالنسبة لعبد الصمد الزلزولي، خصو يستمر في هذا المستوى هذا ويقدم أداء أكثر، يزيد يجتهد. بالنسبة لعبد الصمد الزلزولي خصو يزيد يجتهد، يزيد يخدم على راسو، أو يستمر في هذا الأداء اللي كيقدم وما يترخاش. وكما كنعرفوا الطبع أي لاعب مغربي مرة كيبان مرة ما كيبانش. صراحة فكرة ممتازة الأخ طه. يعني كنشوفوا اللاعبين المغاربة صراحة يعني يقدمون أداء ممتاز في فترة معينة ثم يتراجعون. صراحة يتم يعني يقدمون مباريات جيدة، لكن في بعض الفترات يتراجع المستوى ويتراجع الأداء. لا ندري يعني هل هي عقلية اللاعب المغربي أم أنها يعني مسألة أخرى. نتمنى من اللاعب عبد الصمد الزلزولي أن يكون يعني احترافي، هو صراحة يلعب على مستوى عالي، فنتمنى أن تكون كذلك العقلية على مستوى عالي ويستمر على هذا الأداء من أجل التوهج، ويعني يكون في مراتب أعلى ويكون يعني في نوادي أكثر وأكبر قيمة من نادي ريال بيتيس، لأنه صراحة اللاعب يستحق أن يكون في أندية أفضل من نادي ريال بيتيس. نتمنى أن يستمر كما قلت الأخ، هي ملاحظة مهمة، يعني يستمر في التوهج ولا تنطفئ الشمعة كما يقال، يستمر في التوهج. كل التوفيق للاعب عبد الصمد الزلزولي وللاعبين المغاربة بصفة عامة، وللمنتخب المغربي بصفة عامة، وللمنتخبات المغربية بصفة عامة، وللكرة وللرياضة المغربية بصفة عامة.